كل الأطفال بتحب حلوى الكوجاك. النهاردة تقدري تعمليها بطريقة مش مكلفة وكمان أطفالك هيحبوها. بس الأول اعملي لايك على الفيديو ده واسمعي الفيديو للآخر. يلا بينا أقولكوا عملته ازاي. معانا 4 معالق من الزبدة، والزبدة أي نوع انت تحبيه، وكمان معانا نص كوب سكر، والسكر هنا مش مطحون، وكمان معانا شعرة ملح علشان معادلة السكر، وكمان معانا يا أمارات كيسين فانيليا وبالمقدار ديت، وهنقلبها مع بعضها كده عشان الخليط يتجانس. وبعد كده هنجيب 3 صفار البيض، وما تستغنيش عن البياض عشان هنعوزه في بقية الوصفة بتاعتنا. ما تخافوش، احنا مفيش حاجة معانا بتتهدر، وصفاتنا كلها اقتصادية وعلى قد ايديكي. وبعد ما الخليط بيتقلب واتأكد انه تمام، هنزل عليه ب2 كوب دقيق، واي دقيق انت تحبيه حتى لو دقيق الغلة، وبعدين معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وابتدي يا اصدقائي اقلب الخليط ده مع بعضه لغاية العجينة ما تبقى زي اللي حضراتكم شايفينها كده. ايوه متماسكة مش طرية قوي. وبعد كده يا حبايب قلبي هنحطها في كيس ونسيبها ترتاح شوية لمدة ربع ساعة وليكن. وبعد ما اتأكد ان هي ارتاحت وبقت كويسة، انا خلاص كده الوقت بتاعي بقى تمام. هاخدها بقى وكيس من تحت وكيس من فوق واشتغل بالفرادة. طيب كيس من فوق وكيس من تحت لان العجينة بتاعتنا فيها سكر وهتلزق في الفرادة، علشان كده بحط كيس من فوق وكيس من تحت. وبعد كده هجيب القطاعة وزي ما حضراتكم شايفين كده هنقطع البسكوت وحسب التقطيع اللي انت عايزاه. لو عندك قطاعة صغيرة عن كده استخدميها عادي. شايفين سمك العجينة؟ اتمنى يكون واضح لحضراتكم. شايفين الحاجة بتأكد ان لازم السمك يبقى بالدرجة دي. طبعا ست الحبايب مش عايزة اوصيكم تدعوا لها بالله عليكم ربنا يديها الصحة ويخلي لكم امهاتكم كلها جميعا، اللهم امين يا رب. احنا هنا ما كناش بنحط عين جمل، عين الجمل ده اختياري، هي حطاه علشان عايزة تغذينا وتغذي الأطفال. ولو انت عايزة تحطي سوداني حطي عادي، أي مكسرات عندك حطيها. نيجي بقى لخلطة الكوجاك. هنجيب 3 بياض البيض اللي احنا استخدمنا الصفار بتاعهم في الأول، وهننزل بالمضرب عليهم عشان الخليط هيعلى معانا. وكمان معانا كوب سكر بودرة مطحون، كوب بالكامل بس هننزل بيه بالتدريج، والمضرب شغال زي ما حضراتكم شايفين لغاية لما حشوة الكوجاك ترتفع قدام عينينا. وكمان هقول لكم على سر خطير، احنا طبعا هنحط كيسين فانيليا علشان الطعم يبقى مظبوط. السر بقى اللي بيظبط الكوجاك معلقة صغيرة من ملح الليمون. ايوه ملح الليمون، ما تحطيش ملح طعام. ملح الليمون بيخلي الكوجاك متمسك معاكي لأطول فترة ممكنة، يعني لو قعد في البيت 15 يوم هيتنيه عايش وهيتنيه جميل، وممكن كمان زيادة عن كده زي بتاع الدكان بالظبط. وهنعبي الخلطة ديت بتاعة الحشوة في كيسة من بتاع الحلويات، وهننزل بقى على العجينة اللي احنا عملناها، البسكوت العسل اللي عملناه في الأول، وهنملاه زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا زي ما قلت لكم عين الجمل اختياري، ممكن تشيليها خالص. وهندخله الفرن في درجة حرارة متوسطة، وده لو فرن عادي، ونوطي عليه يا جماعة. ولو عندك ميكروويف هيبقى درجة حرارة 160 مش عالية خالص. وكمان هيقعد لمدة ربع ساعة وهنبص عليه، وبعد ما يطلع هيبقى بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. وهنرش عليها شوكولاتة خفيفة، ولو عندك شوكولاتة بزيادة وعايزة تغرقيها زي المحلات وماله وليكن اعملي اللي انت شايفاه. وصفتنا سهلة وبسيطة، اتمنى تكون عجبتكم وتكون خفيفة على قلبكم، وتدعمونا باللايك. وزي نهاية كل فيديو بحب اسيب لكم الوصفات القديمة اللي احنا عملناها مع بعض عشان اللي داخل جديد يشوف احنا عملنا ايه، ولو عايز يروح يجرب يروح يشوف ويجرب وصفاتنا. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا اصدقائي، وكل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في ايام مفترجة محتاجة للحلويات، وكمان دخلت رمضان محتاجة نتعلم عمايل الحلويات. كانت معاكم اختكم في الله ام رودي والست الحبايب، واتمنى لكم دوام الصحه والستر والعافيه، وكل سنه وحضراتكم طيبين. واستنونا كل يوم فيديو جديد بوصفه جديده مع وصفه سهله من ام رودي وست الحبايب، والسلام عليكم.